مرحبا بكم المستمعين والمستمعات على 100.2 صوت القاسرين اللي يتكلم اليوم فهم مباشر من استوديو بكر الجمودي. مروه مديني ترافقكم في الموعد وحلقة جديدة من برنامج سمع صوتك، البرنامج اللي يحاول يفهم أسباب الانقطاع المدرسي في ولاية القاسرين. وكنا طرحنا في مواعيد سابقة عدة إشكاليات مرتبطة بارتفاع الانقطاع المدرسي اللي كانت منها الأسباب النفسية والاجتماعية لارتفاع الانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية. اليوم ما زلنا مواصلين في طرح الجانب النفسي والاجتماعي، لكن باش نغوصوا أكثر في المجال هذا موضوعنا كيفاش يتحول العنف داخل المؤسسات التربوية والوسط التربوي لسبب مباشر في تسرب التلميذ والانقطاع المدرسي. ولنقاش الموضوع تكون معنا في الاستوديو نسرين منصوري باحثة في علم الاجتماع. مرحبا بك نسرين. مرحبا بك مرة. وكذلك باش تنضم لنا عن طريق الهاتف أخصائية نفسية في علم نفس الطفولة والمراهقة ريهام ساهلي، إن شاء الله باش تنضم معنا بعد قليل بالهاتف. الانطلاقة باش تكون معك نسرين باش ننطلقوا في قراءة الأرقام، يعني حقيقة هي أرقام صادرة عن اليونيسيف، منظمة اليونيسيف بالشراكة مع وزارة التربية. وباش نقول وزارة التربية لأن الأرقام هذا في موضوع حساس نوعا ما، العنف في الوسط المدرسي، كلك سواء العنف الصادر من التلميذ نحو التلميذ وإلا من التلميذ نحو الإطار التربوي، وكذلك من الإطار التربوي الإداري نحو التلميذ. كانت هذه دراسة تحت عنوان حماية الأطفال في الوسط المدرسي، تطرقت لعديد أنواع العنف ونسب كانت مرتفعة جدا، وهذا باش يكون التحليل ليكم. نسرين 63% تقول الدراسة أنه 63% من التلاميذ تعرضوا للعنف في الوسط المدرسي، 20.9 عنف جسدي، و32 عنف عاطفي. مع بعد قليل باش نوصلوا في دراسات أخرى كذلك تعكس نسب العنف في الوسط المدرسي. لكن كمختصة وباحثة في علم الاجتماع، تحليلكم للأرقام هذه وخاصة ما هيش بعيدة برشا سنة 2023، هالأرقام المرتفعة هذه تحليلكم لها ورؤيتهم كباحثة في علم الاجتماع. به قبل كل شيء مرحبا بك مروة، شكرا لك على الاستضافة، والشكر أيضا لإذاعة اليوم على طرحها لملف بالضخم هذا، خاصة مع الأرقام اللي كنت تحكينا عليها. قبل كل شيء خلينا معناها نفكروا السادة المستمعين شنو هو العنف المدرسي. تعريف العنف المدرسي حسب اليونيسيف هو كل ممارسة ضد الطفل جسدية كانت أو نفسية أو جنسية أو معناها، لأنه أشكال العنف متعددة. راهو العنف ما هوش عنف معناها ضرب، عنف جسدي وكهورة، فما عنف نفسي اللي هو أخطر ديجا وأخطر تأثير متاعه على الطفل. كما قلنا يتعرض له الطفل في محيط المدرسة. والعنف أصلا راهو ما هوش مفهوم جديد، راهو مفهوم قديم جدا ومتجذر ومتواصل، ولكن اليوم علاش لازمنا نقفوا عليه؟ على خاطر في علاقة تو كما كنت تحكي، ولا في علاقة مباشرة مع الانقطاع المدرسي. دونك لهنا لازمنا نحلوا قوس كبير ونحكوا في الكواليس وفي أسباب العنف وعليش العنف هوجيك هذيك. لكن لهنا قراءتكم للنسب المرتفعة هذه، هل تعتبرها أن هي مرتفعة بارابور الانقطاع، مرتفعة بارابور اللي حاصل تو من تغيرات مجتمعية في سلوكيات الطفل، في سلوكيات الإطار التربوي؟ لأنه عندهم كذلك هما طرف الغالب نجموش يحضروا معنا، لكن يقولك عنا أسبابنا الاكتظاظ وساعات الدرس الطويلة ووقت التتبعات النفسية والاجتماعية. فلهنا قراءتكم للأرقام. به فقط تنويه بسيط ونتعدوا كما كنت تحكي الإحصائيات هذه، رغم إنها مفزعة ورغم إنها كبيرة، ولكن لازم نذكروا زادة اللي هي إحصائيات هذه ما توليش كل شيء. فما إحصائيات مسكوت عنها، فما معناها حالات لم يتم رصدها، ولكن هذا لا يعني إنه الأرقام اللي قاعدين نقدموا فيها اليوم هي أرقام مفزعة جدا وتدق ناقوس الخطر اللي يمس مباشرة المدرسة الكسوسة العمومية ولا الخاصة، راهو في الجهتين. كما كنت تحكي أنت، هي العنف هو موجود ضمن صيرورة كاملة. عنا عنف مكرر معناها متاع كل يوم، اللي هي نسبة الأطفال اللي متعرضين للعنف المكرر أكثر
أكثر من نسبة الأطفال اللي تعرضوا للعنف مرة واحدة. معناه خاطر كي باش نحكيو على انقطاع فما عنف مكرر، العنف مكرر ينجر عليه خوف وإحباط، بعده مباشرة ضرب لمفهوم الثقة والانتماء، يجينا عليه نفور من مدرسة، فغيابات متكررة، فانقطاع. نحن شنو نعملوا؟ نحن نمشوا على، ومن وقتش الولي يولي يلاحظ انه فما حاجة سافابا، من اللي يولي فما نفور من المدرسة، بعده يصير انقطاع اللي هو فما فيه قبله فما ضرب لمفهوم الانتماء، فما خوف، فما احباط، فما عنف متكرر. كأننا نحكوا حسب اللي المختصين اللي حضروا سابقا مشكورين، كأننا بدينا نحكوا على مفهوم التسرب اللي هو النفور هذا وشعور عدم الانتماء اللي ما يؤدي إلى الانقطاع هذا. نحن وكأننا قاعدين ان ناخذوا في السيرورة من الوسط. نفور من المدرسة راه ما جاش معناه تودانكورة، ومش من نفور ينجر عليه غياب، ينجر عليه انقطاع، لا، فما قبله عنف متكرر، العنف أدى إلى خوف أو إحباط، الخوف والإحباط أدى إلى نفور. معناها خاصة الشيء هذا نلقوه في سنوات متقدمة شوي، خاصة في الإعدادي والثانوي، اللي هو تو حاليا من أكثر النسب المرتفعة في القصرين هو الانقطاع المدرسي في الإعدادي، وقطاع ونسب مرتفعة جدا. معنا دكتورة المختصة ريهام سهلي، مرحبا بك. ألو عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا بك. يعيشك، نشكركم على الاستضافة. ريهام سهلي، أخصائية نفسية في علم نفس الطفل والمراهقة. فرحانة بوجودي معاكم اليوم وبطرح الموضوع المهم هذا برشا. مرحبا بك ريهام. انطلقنا مع نسرين في قراءة الأرقام اللي صادرة عن منظمة اليونيسف لسنة 2023 من الناحية الاجتماعية، تفسيرها من الناحية الاجتماعية. ممكن معك أنت من الناحية النفسية اللي الظاهرة هذه، في حين أنه مثلا دراسة للافتدياس منتدى التونسي للحقوق الاقتصادية يربط يقول لك راهو من 601 منقطع حالة 71% منها أكدوا أنه السبب مدرسي للانقطاع، و80 حالة منقطعة جراء العنف. من الناحية النفسية تفسيركم للأرقام هذه؟ هو كي باش نحكوا اول حاجه باش نبدو بها انه كي نحكوا على العنف احيانا نتصوروا ديريكتومون انه على الضرب، اما لا. العنف اوسع برشا من هكا. العنف هو انه هو ينجم يكون عنف جسدي، لفظي، نفسي، او حتى رمزي كيف ما شنو، مثلا كيما التهميش، كيما الاقصاء، كيما الاهانه، اي انه الطفل يحس اللي صوته ماهوش باقي تسمعه وما عندوش قيمه. هذيك علاش موضوعنا اليوم مهم برشا، خاطر باش نتكلموا على حاجة اللي هي تمس الطفل في حقه الأساسي في الأمان والتعلم، اللي هو العنف داخل الوسط المدرسي، واللي هو عنده علاقة بالتسرب وبالانقطاع. دونك باش نفهموا العلاقة بين العنف المدرسي والتسرب أي الانقطاع المبكر، أول حاجة يلزمنا نبدو بها إنه نبدلوا شوية الطريقة اللي نشوفوا بها الانقطاع عن الدراسة أو التسرب. على خاطر في برشا حالات التلميذ راهو ماهوش بين ليلة ونهار يفيق ويقرر فجأة هاو ما عادش باش نمشي نقرأ، لا مش هكاك. على خاطر التسرب والانقطاع هو نتيجة متاع مسار تدريجي للطفل. كيف ما شنو؟ مثلا وقت اللي الطفل يتعرض للخوف، للإهانة، للتنمر، للإقصاء، يعني يحس وإحساس المتكرر بالفشل، يبدأ في التدريج هذا، يبدأ الطفل من الأول يرفض أنه هو يمشي للمدرسة، من بعد يكسر من الغياب، من بعد ينقص التركيز، تتراجع النتائج المدرسية. مع الوقت هو شنو يولي يحس نتيجة التدرج هذا؟ يحس أن المدرسة ما عادش هو فضاء تنتمي ليه. أجيك علاش كأخصائية نفسية في الكوتي هذه نحب نوضح مفهوم مهم برشا. علاش؟ خاطر قبل التسرب الفعلي معناها أنه فعليا الطفل ينقطع عن الدراسة، فما انسحاب نفسي يصير. شنو معناها؟ يعني التلميذ صحيح هو حاضر في القسم بجسمه، أما هو نفسيا لا، ما عادش يشارك، ما عادش يحلم، وما عادش يحس اللي عنده مكان في المؤسسة. وهنا ندعم كلام زميلتي قبل الأخصائية الاجتماعية كي تحكوا على النسب متاع اليونيسيف، خاطر النسب هي والمعطيات متاع
معطيات وارقام كبيره برشا. يعني ذاك علاش وقت اللي نلقوا تلميذ انقطاع الدراسه ما لازمناش نسالوا السؤال كهو علاش ما عادش يحب يقرا، لازمنا نسالوا السؤال اعمق برشا اللي هو شنو اللي صار بين التلميذ وبين المدرسه حتى ولات العلاقه نتاعو بها هي علاقه الم اكثر منها علاقه انتماء وامان، اللي المدرسه بالنسبه له انتماء. هذاك علاش ما نقولوش انه التلميذ ما عادش يحب يتعلم، اما هو ينجم يكون ما عادش قادر يعيش التجربه المدرسيه. اي وديجا لهنا كلامك ياكدوا دراسه للافتدياز كما قلنا من 601 حاله ياكدوا انه من الاسباب تو مثلا 35% من المنقطعين ما حسوش انه بارتباط بالاطار التربوي، مثلا ما شعروش باهتمام من الاطار التربوي. هذا مثال بخلاف الامثله الاخرى، بخلاف الخوف من الرسوب، التنمر، هذا اللي يحين على الحالة. السؤال الثاني دكتورة، احنا نشوفه في حالات وارتفاع ظاهرة التنمر في الوسط المدرسي، فلهنا سؤالي ليك مختصة، كيفاش يساهم؟ علاش أول حاجة كيفاش نفرقوا ما بين الفدلكة عادية ما بين الأصحاب أو من الإطار التربوي والتلميذ، وما بين أنه هذيك راهي المزحة هذيك تابعة أو الأكت هذيك اللي صارت راهي هي بيدها تنمر. خلينا نبدأ بالسؤال هذا. هو أول حاجة لازمنا نفرق بين الخلاف العادي وبين التنمر. كيف هو الخلاف العادي ينجم يصير بين أي زوج أطفال مثلا، أما التنمر هو شنو؟ إنه يتميز بالتكرار بالاستهداف، وفما نلاحظوا فما وجود متاع نوع من عدم التوازن في القوة. شنو معناها كأننا نجموا نحكوا على ضحية اللي هي تلقى روحها كل يوم مهدة معرضة للسخرية للإقصاء للتكرار متاع ألفاظ ولا إهانات تنجم تضر، نجم نقولوا عليها ضحية. معناها هذا هو التنمر. ونفسيا هذا خطير برشا. علاش؟ كيفاش يضر التلميذ؟ فوالا هذا شنو باش نحكي على خاطر التلميذ اللي يعيش تنمر متواصل راهو باش يخليه يدخل في حالة تأهب دائم. شنو معناها؟ يعني في عوض ما انه التلميذ يدخل للمدرسة ويسأل اليوم شنو باش نتعلم، كيفاش باش نقرأ اليوم، لا يدخل وهو يفكر فما شكون زعما باش يضحك عليا، شكون باش يقلقني، زعما شكون باش يضايقني، زعما شكون باش يعزلني، زعما على شنو باش يضحكوا لي، زعما شنو باش يقولوا لي. يعني الأسئلة المتالية هذه، وبالتالي هو جزء من طاقته النفسية راهي مش باش تولي موجهة للحماية والدفاع. يعني ماهوش باش يركز، ماهوش باش يتعلم، وهنا يظهر لنا القلق اللي هو العزلة، ضعف تقدير الذات، معناها من التلميذ اللي روحه يولي يتغيب وتوصل انه يرفض انه يمشي يقرأ. واحنا شفنا في الآونة الأخيرة في ولاية الكيف حالة فقدان التلميذ بسبب تكرار حالات التنمر، ربي يرحمه. هذا ما يحين على معناها التنمر ظاهرة خايبة وماشي وتستفحل في الوسط المدرسي متاعنا. لهنا حبينا نشوفوا الانترفونسيون مادامنا في الكا هذا، خلينا ناخذوا كا بالكا، معناها التنمر بين التلامذة بين بعضهم، ومن بعد نجيو في العنف ما بين الإطار التربوي والتلميذ، سواء اللي الموجه من التلميذ للإطار التربوي ولا من الإطار التربوي للتلميذ، لأنه مع الأسف نشاهدوا في عديد المحاور للعنف، مش على محور واحد أو على ممثلين وحدين الأطراف المعنية في هاد. كيفاش في حالات التنمر الإطار التربوي من المفروض أنه يتعامل ويحد، ثم ننتقل إذا كان مثلا يوقع سويفي للضحايا هذوما باش ما يوقعوش في فخ التسرب. الإطار التربوي أنه لازم يحد أول حاجة وقت اللي نلاحظ مثلا كيفاش هو يتلاحظ التنمر، وقت اللي الإطار التربوي يلاحظ أنه فما تغيير في سلوك تلامذة، بعض التلامذة مثلا وقت اللي التلميذ يوصل يحكي للمعلم وللمربي يقول له مثلا راهو زميلي بقي يتنمر عليا، ويحكي له مثلا الألفاظ تخص التنمر. هنا لازم المربي أنه يتدخل ماهوش بالعنف، لا، انه يتدخل مثلا شنو سبب التنمر، السبب اللي يتنمر به التلميذ على زميله مثلا،
يتدخل يشوف السبب هذاك ويحاول انه خاطر هما مادامهم اطفال دونك راهم ينجم يكون ماهوش فاهم اصلا شنو معناها تنمر، ماهوش فاهم نتيجه العمل اللي يقوم به على زميله. هذاك علاش هنا دور المربي انه يفهم الطفل مثلا اللي بقي يتنمر على زميله، يفهم انه على مدار الحاجه هذه على زميله انه مش باهي، انه بقي يضره، انه ما يجيش يحكي هكا، انه مثلا اذا تنمر على كلامه، تنمر على اذا ذوي الاعاقه، برشا اسباب تخلي التنمر، ولا مستوى الاجتماعي. هذاك علاش هنا يكمل دور المربي. اذا يحس المربي انه وبعد يبقى يلاحظ اسكو باقي بعد ما يفهم التلميذ اللي يتنمر على زميله ويحكي معاه، يبقى يشوف ويراقب اسكو التنمر مازال مواصل ولا. اذا اي هنا ينجم زيدا يتدخل مع العائله، مثلا يتدخل مع اخصائي نفسي تربوي مثلا اللي ينجم عنده علاقه بالمدرسه وكل حاجات هكا. به نمشي معاك للأكس الثاني اللي هو العنف من الإطار التربوي ضد التلميذ. ولهنا حسب اليونيسيف معناها رصدت حالات من العنف كيف هكا اللي زاد كذلك ثم من التلميذ الإطار التربوي. لكن خلينا في المسؤولية، خلينا نسأله شنو المسؤولية وين يتوقف العقاب البدني والنفسي المسلط من قبل بعض المربين في كسر الروابط النفسية للتلميذ بالمدرسة. خلينا نحدوا الحدود، خاطر مرات يقولك زيادة فما ناس يقولك أول حاجة الإطار التربوي عنده الحق لأنه الكثافة وطريقة التربية التقليدية الزمنية وهكا العديد الأسباب. وفما ناس يقولك لا راهي فما دي تكنيك جدد متاع تربية وروا هذا حتى ولو كانت معناها العقاب البدني والنفسي كان صغير راهو لفائدة التلميذ. هيك نعطوا رؤية المختصر. واضح. أول حاجة نحب نوضحها هو ما يلزمناش نعمو، خاطر المربي زاد اليوم يخدم كما كنت تحكي في ظروف صعيبة، يعني من ضغط مهني، اكتظاظ ونقص في الموارد وفي المؤسسات. معناها ما نتهموش مربي كهو، أما يلزمنا نفهموا المنظومة ككل. وفي المقابل فهمنا للمربي هو راهو ما فماش حتى تبرير للعنف باش نوضحوا الحاجة هذه. هو الطفل يشوف في المربي كشخص عنده سلطة كبيرة. ذاك علاش الكلمة اللي يحكيها المربي ولا يقولها له راهي عندها تعميق، عندها تأثير عميق أكثر من كلمة يقولها له شخص عادي. معناه يعني المربي كي يقول للتلميذ السلوك اللي عملته غلط، هنا احنا نجم نقاوموا السلوك باقين أي في الطريقة الصحيح إنه نرشدوا التلميذ ونقاوموا السلوك متاعه ونحسنوا. أما وقت اللي المعلم والمربي إنه يوصل يقول للتلميذ أنت فاشل مثلا من نوع الفاظ، أنت ما تفهمش، أنت ما تنجحش، هنا الرسالة راهي ما عادش موجهة للسلوك، هنا راهي الرسالة تولي تمس الطفل ونظرته لروحه. يعني الطفل خاصة إذا كان صغير، وخاصة زيادة إذا كان إنه الطفل هذاك يعاني من وضعية هشاشة نفسية. يعني تكرار الألفاظ هذه من قبل المربي يبدأ التلميذ بينه وبين روحه يبدأ يصدق الألفاظ هذه والرسائل، يقول أي بالرسمي يعني ما فيش، يعني المدرسة مش لي. وهنا يبدأ العقاب اللفظي يكسر العلاقة بين الدكتورة. سامحني على المقاطعة، خاصة أنه في بعض الدراسات رصدوا أنه الانقطاع المدرسي كانت في حالات اللي عندهم حالات رسوب متعددة، فلهنا كأنه زاد الإطار التهم هذيك زاد تعمقت هاك النظرة اللي وسطوا. يعني يولي العقاب اللفظي هنا هو انه يكسر العلاقه النفسيه بين التلميذ والمدرسه. العقاب البدني، نقول العقاب البدني انه المعلم كيعاقب بدنيا، معناها يضرب التلميذ مثلا، التلميذ باش يسكت ماشي في باله، معناها الور يمشي في بال المعلم مثلا ولا المربي انه السكوت معناها تعلم، ما عادش باش يعاود التصرفات ولا السلوكيات الخاطئه هذيك. اما لا، هنا يسكت مثلا خوف، والخوف هذاك يخلق طاعه وقتيه، ماهوش انه يبني بها علاقه تربويه سليمه. والاخطر هو انه في السلوكيات هذه انه الشخص اللي من المفروض يكون مرجع تعليمي، يكون امان، يتحول بالنسبه للطفل انه مصدر خوف. وقتها التلميذ ينجم ما يقطعش كهو علاقته مع المربي، لا، هنا يقطع علاقته بالمدرسه ككل. يعني التربيه السليمه والسويه هو انك تصلح السلوك، انك ترشد الطفل تصلح سلوكه. اما العنف راهو بالعكس هو يكسر الشخص، وهذا هو الفرق الاساسي بين
زوز حاجات معناها. زيدا من الأسباب ممكن نرجع بك هكا شوية خطوة التالي. من الأسباب يقول لارتفاع درجات العنف هذه غياب الأنشطة الثقافية. زاد أدى حتى المختصين اللي حضروا معنا سابقا مشكورين، قال غياب الأنشطة الثقافية هذه راهي زادت من درجة أنه يحولوا المدرسة إلى فضاء منفر، والصغيرات خاصة في المناطق الريفية وكل سواء حتى في المدينة، لأنه المختصين وإطارات التربوية قال حتى العنف والانقطاع المدرسي في مدارس وإعداديات وسط المدينة تخلي التلميذ زاد أكثر موجه للعنف، وهكا الطاقة اللي عنده هذيك تخرج بالعنف، تخرج باللي جانكس كما قال سي عمر مشكور حضر معنا في حلقات سابقة. فلهنا هل غياب الأنشطة الثقافية، ثم باش نمشي معك على دوركم كمختصين لتقليل من الدورات من نسب العنف. أول حاجة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية نحب نأكد أنها أساسية مش كماليات. يعني المدرسة اللي فيها كان دار تقييم عقوبة امتحان بالنسبة لها تولي فضاء ضاغط للتلميذ، يعني فضاء بالعكس يشوفوا أنه ضاغط، خاطر الطفل هو مش مجرد راهو معدل راهو مثلا ولا أعداد ولا نتائج مدرسية، لا راهو الطفل اللي يمكن ما يكونش مثلا ممتاز في الرياضيات ينجم نكتشفوا مواهبه وقيمته في المسرح، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم. يعني يسرتو أنه الأنشطة الجماعية عندها قيمة نفسية كبيرة. علاش؟ على خاطر أن يتعلم الطفل التعاون، التعبير، إدارة الاختلاف والانتماء للمجموعة. يعني وقت الطفل هو يلقى روح يشوفوه كان معدل وأعداد ونتيجة ما عادش يحب المدرسة، أما وقت أنه يلقى مساحة يعبر فيها على ذاته بالنسبة له المدرسة يولي يحسها جزء من هويته والانتماء نتاعو. هذا الانتماء والهوية ممكن زيادة يتعمقوا أكثر لو كان مثلا الضحايا العنف هذوما كل سواء من التلاميذ او من الاطار التربوي. كما نعرفوا احنا الاسباب اللي باش نشوفوها من بعد مع نسرين علاش هالنسب العنف مع المرتفع من العنف الموجه من التلميذ الى الاطار التربوي. لكن باش نشوفوا معاكم دوركم او دور الطب المدرسي والارشاد النفسي في معالجه الصدمات هذوما للضحايا هذوما. بالنسبة لي في الموضوع هذا هو راهو الدور الحقيقي يبدأ قبل الأزمة. يعني ما نستنوش أنه الطفل معناها يتسرب ينقطع عن دراسة باش نسأله عليه، لا، خاطر في أغلب الحالات راهو الطفل يعطينا إشارات من الأول. كيف؟ إنه نلاحظوا غيابات متكررة، نلاحظوا فما تراجع مفاجئ في النتائج، فما عزلة، فما غضب، فما تغيير في السلوك، فما خوف من المدرسة، وساعات فما رفض متكرر إنه يمشي يقرأ. يعني مش كي نشوفوا الحاجات هذوما مثلا الطفل يتغيب ديريكتومون نقولوا كسؤال نتائجه تراجعت ونقولوا مباشرة راهو ما عادش يحب يقرأ. مثلا نلاحظوا فما تشاجر بين الأقران ولا حاجة ما نقولوش مباشرة الطفل عنيف. علاش؟ خاطر من منظور نفسي راهو السلوك هو سؤال قبل ما يكون جواب. كيفاش؟ يعني لازمنا نسأله علاش، يعني شنو الرسالة اللي الطفل مش قادر يقولها بالكلام ولا يعبر عليها بسلوكه. هذا في المراحل العمرية ككل سواء في المرحلة الابتدائية وإلا الإعدادية، لأنه دائما سن الطفولة 16 سنة. فوالا هكيك. يعني دور الإرشاد النفسي هو الإرشاد النفسي هو دوره توفير فضاء آمن، الإصغاء، التقييم، المرافقة، التدخل المبكر. يعني إذا شاف المرشد النفسي ولا الأخصائي النفسي يعني إنه التلميذ يحتاج الرعاية مختصة تتم إحالته والمتابعة. أما لازم هنا نوضح حاجة إنه راهو الأهم ما نعالجوش الطفل وحده كأنه هو المشكل. راهو إذا الطفل تعرض للتنمر راهو كما حكينا سابقا لازمنا نخدموا معاه ونخدموا مع المجموعة مش كان معاه هو. يعني إذا المشكل داخل المؤسسة زاد لازمها من دورها تراجع آليات الحماية والتعامل. إذا فما مثلا زاد نلاحظوا صعوبات أسرية نحاولوا فما تنسيق مع الأسرة. يعني راهو التدخل الحقيقي اللي يكون فعال هو يكون منظومي، خاطر الطفل هو راهو يعيش داخل منظومة مش في فراغ. يعني الأخصائي النفسي هو في الحقيقة ماهوش معناها شخص باش نستدعوه بعد ما تقع الكارثة، لا، راهو هو جزء من الوقاية.
كيفاش؟ خاطر يلتقط الألم قبل ما يتحول الغياب، والغياب قبل ما يتحول للأسف الانقطاع. شكرا لك على كمية المعلومات والتوضيحات الدقيقة هذه ريهام. في النهاية نخلي لك من كلمة ختام تحوصل بها هل أثر العنف هذا على التسرب المدرسي والحلول كمختصة، خاصة احنا نعرفوا أنه فما غياب للمرشدين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس. هو في النهاية نحب نأكد على فكرة أساسية من اللي حكيناه الكل كحوصلة، أنه راهو الطفل اللي يتسرب ولا ينقطع من المدرسة ما يلزمنيش نسألوه فقط علاش خرج من المدرسة، لازم نسأله زيادة شنو اللي خليه ما عادش قادر يبقى فيه. خطر العنف راهو مهما كان شكله ما يأثرش فقط في لحظة الوقوع، راهو العنف يخلي الطفل ساعات راهو يشك في روحه، يشك في قيمته، يشك في الآخرين، وأحيانا الطفل راهو يشك في حقه باش يكون موجود مسموح داخل المدرسة. يعني من منظور نفسي أخطر حاجة بالحق وقت اللي المدرسة تتحول بالنسبة للطفل من إنه فضاء آمن انتماء، فضاء يولي فضاء خوف وإهانة. يعني وقتها راهو التلميذ للأسف ينسحب تدريجيا من المشاركة، ينسحب من التعلم، من العلاقات، وبعد ينسحب وينقطع من المدرسة. ذيك علاش الحقيقة مكافحة التسرب والانقطاع المبكر عن الدراسة راهي ما تبداش نهار التلميذ يجي، تبدا قبل ببرشا. كيفاش؟ وقت تبدا وقت اللي نسمعوه، وقت اللي نحترموه، وقت اللي نقدروه، وقت اللي نحترموا كرامته، وقت اللي نحموه من العنف زاده، وقت اللي ندخلوا من اول الاشارات اللي ذكرناها سابقا اللي يبين لنا الطفل اللي هو متقلق. وفي رأيي الخاص الحقيقة المدرسة راهي ناجحة، مش المدرسة اللي تخرج تلامذة بنتائج باهية كهؤلاء، أما المدرسة اللي بالحق تخلي الطفل يخرج هو أكثر ثقة في روحه، أكثر أمان، وأكثر قدرة على مواصلة طريقه. يعني الطفل متوازن نفسيا، مش ناجح بنتائج باهية فقط. خاطر الطفل راهو ما يحتاجش فقط مدرسة تعلمه، لا، يحتاج مدرسة تحميه، يحتاج مدرسة تسمعه، تأمن به. خاطر قبل ما نطلبوا من الطفل انه ينجح في المدرسة لازمنا زيدا نوفروا له مدرسة يحس بها انه هو انسان عنده قيمة وعنده بلاصة وعنده صوت. يعني خاطر بالحق كيفاش نحاربوا التسرب؟ نجموا نحاربوه شوي والانقطاع المبكر عن الدراسة بالقوانين والإجراءات، اما راهو وقتاش نحاربوا الجذور نتاعو هو وقت اللي بالحق نبنوا مدرسة ما يضطر فيها حتى طفل انه يهرب منها. واضح. شكرا لك ريهام ساهلي، إخصائية في علم نفس الطفولة، على هذه المداخلة الحقيقة مفصلة جدا نسري من الناحية النفسية. شكرا لك، إن شاء الله في لقاءات أخرى تكون معنا حاضرة في الاستوديو الأكثر تفاصيل. الصحة وشكرا لتطرق الموضوع المهم هذا، يعطيكم الصحة. شكرا لكم، رأيكم يهمنا باش يعطينا أموا ثنية، وحبينا ننوه أنه الغالب اعتمدنا على أرقام دراسات نوعا ما قديمة ما بين 2023 و 2015. حاولنا قدمنا مراسلة للمندوبية الجهوية للتربية بتاريخ 21 جويلية، حبينا نحينوا الأرقام فيما يخص الانقطاع المدرسي بالقاسرين، نحينوا الأرقام في رصد حالات العنف بولاية القاسرين، وكذلك نحينوا الأرقام فيما يخص البنية التحتية المدرسية. لكن لحدود اليوم، نوه مرة أخرى، لحدود اليوم لم نتحصل على المعطيات هذيك علاش اعتمدنا على الأرقام اللي تقول نسرين إنه كذلك راهو نسب العنف الموجه من التلميذ للإطار التربوي راهي كبيرة. صحيح، راهي تفوق حاليا في السنوات الأخيرة 14%. صحيح، احنا نشوفه في كل عودة مدرسية مع الأسف هالظاهرة هذه. احنا طرقنا للعنف من التلميذ إلى التلميذ، طرقنا للعنف من الإطار التربوي للتلميذ، نطرقوا لأسباب العنف من التلميذ للإطار التربوي، أسبابها وكيفاش نحدوها. به اولا مروه خليني ننوه الحاجه انه راو ما نجموش نحكوا على العنف كظاهره معزوله، هي فما تدخل فيها عده اسباب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وغيرها اللي تؤدي بنا الى ظاهره العنف، اللي نعاود نقول ونأكد على انه العنف او الانقطاع راه ماهوش قرار وليد اللحظه، راه سيروره كامله كما كانت تحكي الاخصائيه النفسيه. نحب نقول زاد انه راهو العنف هو مرآة تعكس طبيعه العنف داخل المجتمع اللي يستمر ويمشي المدرسة. كيفاش؟ معناها هو مجتمعي في الوسط في الشارع وينتقل للوسط
المدرسي ومجتمعي، حتى في مش حتى معناها كوسط، حتى كالمتداخلين. راهو المعلم اللي تبدا عنده مشاكل اسريه والا من بين ضغوطات الحياه والكل، اللي تخليه يهز العنف هذاك ويمشي به للمدرسه ويحاول يترجمه في افعال. وكما كنا نقولوا انه راهو العنف مش فقط ضرب. زيدا خلينا باش نكونوا شويه في انصاف، لانه الحضور نتاعهم ماهوش معانا. هيك نقول لك مثلا باش نمثل الاطار التربوي، يقول لك بخلاف عندي مشاكل في العائله، عندي مشاكل في المحيط المدرسي. ساعات العمل الطويله، الكثافه المدرسيه الكبيره، عدد التلاميذ، واحنا شفنا معناها الاشكاليات اللي كانت الايامات اللي فاتت، والنقد والبوليميك اللي صار في انه راهو النصاب كبير برشا. كذلك ظروف النقل، احنا شفنا المدارس في الارياف مازالوا يخدموا في ارياف القصرين حسب حضور ممثلين عن جامعه التعليم الاساسي، مازالوا لحدود اليوم يخدموا بانه يجمعوا القسمين في قسم واحد. ظروف النقل، السكن المدرسي ما يسكنوش، ما عادش يسكنوا في المدرسه. تصور انت انسان يتنقل في النهار على 3 وسائل نقل باش يوصل للمدرسه نتاعو، تخليه انه هو كمان انسان راهو الاطار التربوي باش يهز هكا نقول احنا هذا هو اللي كنا نحكوا فيه ديجا. علاش قلت لك العنف راهو توتان سيستيم تتدخل فيه عده اطراف وعده معناها وضعيات تخلينا نوصلوا للعنف. علاش حكيت من جانب المربي؟ بالطبيعه هو راهو هي اذا كان نحبوا نفسروا المشهد باش نقولوا تلميذ مع فضاء منفر، كسوسوا من البنيه التحتيه، من المال اللي ما فماش، من الظروف اللي قاعدين يقروا فيها، مش بابك المكسره، السخانه ياسر في الصيف والبرد ياسر في الشتاء. معناها التلميذ مع فضاء منفر للتلميذ وللمربي زاد، لانهم يعيشوا في نفس الوضعيه، زيد مع عدم شعور الانتماء. فوالا، مع معلم يجينا على باز معناها عنده شويه مشاكل، مع تلميذ جايك الصباح انت ما تعرفش عليه الوضعيه اللي خرج منها من الدار، ينجم يكون معناها عايش تفكك اسري، ينجم يكون عنده عنف ديجا موجود داخل الاسره. فتصد معناها تصوري انت مشهد تربوي، معناها مؤسسة تربوية فيها الشيء هذا الكل، فأكيد باش تصير لحظة الانفجار. ولحظة الانفجار مع زادة كما قلت لك نكملوا الكلام مثلا اللي نجم يكون من مربي للتلميذ، في مثلا في انت مش باش يجيب لك منك ربي بكلام اللي نسمعوا فيه، في انت ما تفهمش، في انه كذا. واحنا لهنا قاعدين نشكلوا في شخصية طفل راه، وانت تشكل في شخصية طفل ماهوش باش يقبل لك الاهانات هذه. دونك مع هذا الكل معناها كسوة التلميذ والمربي باش تصير ردة الفعل اللي باش تكون عنيفة. معناها كسوسوا اللي نقولوا نحن لحظه الانفجار، كسوسوا من العنف اللي باش يتسلط من التلميذ للبروف، وهذا موجود برشا، والا من المربي للتلميذ. دونك نحن شو نقولوا في نهايه؟ معناها اذا كان نحبوا حاله الازمه شوي، نقولوا انه يجب تجنب كل ما من شانه انه يخلق توتر داخل الفضاء المدرسي. كيفاش عطينا الحلول؟ هما زوز متدخلين اساسيين. اولا نبدا من الاسره ونأكد على دور الاسره. راهو التلميذ اللي تربى وهو قاعد يتسلط عليه العنف باش يخرج لي زوز ردود فعل، اما باش يخرج لي تلميذ مستباح، فكي باش يمشي الفضاء المدرسي وباش يتسلط عليه العنف كسواء من مجموعه الاقران والا من المعلم، باش يشوفوا حاجه عاديه وباش يشوفوا هو معناها لازم يتعرض للعنف، لانه هو معناها وقع وكانه نوع من التطبيع مع العنف. فوالا، مع ذكرتي انت الحالات العنف اللي ما وقعش رصدها او الاعلان عليها كانه ثم تطبيع نتاع عنف، مع تطبيع مع العنف. تو العنف نحن ولينا نشوفوا فيه حاجه عاديه، راهو معناها ولينا نشوفوا كانه هذاك هو العنف، هذاك كلنا تربينا على العنف وقرينا بالعنف وتضربنا والكل. فنرجع لك قلت لك الاسره هي دورها اساسي، لازمنا ونا قاعد نشكل في شخصيه ابني او نأهل في ابني للانخراط في وسط تربوي، لازم نفهموا الحدود الشخصيه والجسديه والنفسيه. مثلا نفهموا انه راهو ما يلزمش حتى حد يضربك، راهو مش حتى راهو العنف في حد ذاته سلوك ما يلزمكش تقبله، وهذا راهو مش بالتلقين فقط، راهو مش تقبلوه وما تمارسوش اي كيفاش مش بالتلقين، لازمنا ما نمارسش عليه العنف، ولازمنا نهيئوا انه راهو العنف سلوك مرفوض. فيمشي نمشي للجانب الاخر اللي هو الاطار التربوي. انت راك اليوم باللي تيكون عنا ضغط، باللي تيكون عنا معناها مشاكل، انت كمربي وقت اللي تدخل الحصه كل شيء يبقى البر. هذه مسؤوليتك انت، فاش معناها لازمك انت تخلي كل شيء تخليه اكوتي، وانت تمارس في العمليه التربويه نتاعك، تلتجئ خلينا نقولوا للحوار كأس ولا كعماد، انك تحاول به حل الازمه.
استحال الحوار وما نجمتش عندك تراتيب إدارية تنجم تتعدلها تخليك أنت ما يصيرش توتر بينك وبين في بعض الحالات وجهة نظر مجتمعية شوية من المجتمع يقول لك راهو في بعض هذيك التأديب يلزمنا نفرقوا ما بين التأديب وما بين العنف. اي لازمنا نفرقوا بالطبيعه، فما فرق كبير بين التأديب والعنف. اني نعنفك ما هوش شكل من اشكال التربيه ولا التأديب. اني نعنفك معناها قاعد نمارس عليك في سلطه، بما اني انا معلم معناها فما راني عندي سلطه معناها اعلى منك شوي، نمارس عليك في سلطه ونترجم فيها والا نزين لك فيها على اساس انها تربيه اور انها عمرها ما كانت تربيه. هذاك علاش قلت لك التلميذ لازم يجي لازم عنده معناها الباز انه عنده الباز ويفرق بين التربيه وبين العنف. وهذا دور الاسره، وهذا دور الأسرة. لازمنا نحن قبل كل شيء نهيئوا اللي معناها الباز كسوا من المعلم وإلا من المربي وإلا من الولي. خلينا نهيئوا الساحة اللي يخلي التلميذ يحكي لي كسوا كولي ولا كمعلم، إنه كي يروح ولدي من المدرسة ونسأله يحكي لي لشنو تعرض، خاطر فما برشا تلامذة راهو ما يحكيوش يسكتوا، وراهي فما مقاربات بيداغوجية وتربوية كبيرة جدا تقوم على كيفية السؤال. راهو السؤال ما يكونش مباشر، معناها فما مقاربات فما ما نجمش الصغير نجي نقول له قول لي ايش عملت اليوم. ماهوش باش يحكي لك اذا انت ما اهلتوش. فما اساليب اخرى، مثلا على سبيل المثال نجم نذكروا مثلا فما مقاربه تحكي انه مثلا تحكي له قصه وتخترع فيها انت شخصيات وتحكي له مثلا عصفور صار له كذا زعما. هذا بالنسبه للمرحله الابتدائيه. المرحله الابتدائيه المراهقين كيفاش احنا ونحن نعرفوا الطبيعه نتاع المراهقين خاصه الاولاد اللي فيهم نسبه انقطاع مرتفعه في ولايه القصرين. احنا نحكوا على ولايه القصرين اللي فيهم نحن نعرفوا المراهقين صعوبة التعامل معاه وهكا الاستقلالية اللي يلوج عليه اللي ما يخليش انه يحكي كل شيء لوالديه. خلينا نحكوا نحن انه مثلا نقولوا انه وصلنا للاعدادي والثانوي احنا اللي كنا نحكوا فيه كل ما صارش. ما هو كيف معناها لازمنا نحن نتعاملوا مع كل وضعي. لهنا ياتي دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي اللي هو للاسف الشديد جدا غير مفعل. هذا كان سؤال التالي سبقت بك الحديث شوي. هو بالحق دور غير مفعل. راهو نحن نحكوا على تقريبا حسب ما نعرف انه صح في المندوبيات في الولايات فما اخصائي اجتماعي، اما راهو واحد راهو معناها اخصائي اجتماعي في مندوبيه فيها ما نعرفش قداش من مثلا من عماده ومعتمديه، ماهوش باش يضوي على الناس الكل. راهو ما ينجمش كل يوم اذا هو باش معناها هو يتعامل مع الحالات اللي يقع احالتها ليه، ولكن هو باش يمشي ويدور فما ينجمش اصلا ما ينجمش يغطي معناها الكامل البلايص وكامل الحالات اللي عنده. هو يتعامل مع الحالات اللي تم إحالتها من المؤسسة. دونك لهنا نحن نحكوا على أهمية وجود اللي هو نورمالمو يترجموه في دور القيم. هو راهو القيم راهو معناها توا ولا كي تحكي حتى مع القيمين يقول لك انا عندي معناها التزامات اداريه، راني مش نقعد ديما ندور في وسط التلامذه ونحل لهم في مشاكلهم واصلا يعرف شنو هي مشاكلهم. لهنا لازم تكون فما خليه ارشاد في المؤسسه التربويه اللي هي تعنى بالحالات هذه. هل في القانون موجوده هذه؟ في القانون موجوده طبعا، لكن لا تطبق. مش موجوده وتم احالتها للدور القيم. فوالا تم احالتها للدور القيم اللي هو اصلا عنده ادوار اداريه. فوالا وينجم يكون اصلا ماهوش مختص. راهو انت تتعامل مع فئه هشه وفئه حساسه جدا. راهو لازم انت اذا ما عندكش الاليات للتواصل معناها معاه ما تنجمش تحل الازمه هذه. يعني الخلايا يلزم حبيت تقول اللي فهمته انا معناها الخلايا اللي موجوده في الاداره يلزم تكون من المختصين المرشدين الاجتماعيين او النفسانيين، او اذا كان تمت احاله الامر للقيم يكون مختص او عامل دورات تكوينيه مثلا. اي دورات تكوينيه، ولازم يكون عنده الاهم. نحن رانا ندور ونرجعوا لشعور الانتماء. راهو لازم حتى اذا كان القيم باش يقوم بالمهمه هذه لازم يكون عنده بيرو خاص. راهو مش نحكوا على البيرو كمعناها كفضاء، ولكن راهو عنده رمزيه. راهو هنا صحيح تنقولوا مثلا مش تلامذه كل عندها مشكله باش تمشي، لكن فما تلامذه عندها مشكله وتحب تمشي وما تلقاش شكون يسمع. هات نحن معناها نحاولوا نعملوا مبادره خلي التلامذه تجينا وبعد تو نحن نلوجوا على اللي ما يجوش، نبربشوا نحن ونشوفوا ونسالوا كذا. حاجه اخرى راهو نحن عندنا توا تلميذ ينجم يوصل غيب نهار واثنين وثلاثه وما يصيرش اعلام الولي. راهو نحن عندنا نقص تواصل بين المؤسسه التربويه وبين الولي. هذا اللي زاد نحكوا على انه كيفاش الاداره ترصد هالحالات التسرب هذه وتعلم الشؤون الاجتماعيه وتعلم المرشدين الاجتماعيين. لهنا زاد فما اسئله تطرح زاد فيها كيفيه الرصد للاداره والاطار التربوي للحالات هذه الكل سواء المتعرضه للعنف
أو للي نقولوا احنا بدأت في التسرب المدرسي أو الانقطاع المدرسي المبكر. لهنا نأكد على دور الإطار التربوي مثلا في إنه ولو إن معناها حل بسيط إنه علاش ما تصيرش اجتماعات دورية للأولياء راي تقريبا معدومة. راهو انا يظهر لي خاطر في كونتاكت مباشر معناها مع بعض المؤسسات التربويه، راهو يظهر لي كان في الروضات، وحتى في الروضات مش الكل يصير، مش الكل الاجتماعات الدوريه، راهو حتى المعهد والليسيات والمدارس النجم يكون فيها اجتماعات دوريه. خاطر تو تسال ولي تقول لك مشيت باش نسال معلم ما خلونيش ندخل، واصلا المعلم وهو قاعد يباشر في درس ويتولها بالدرس ولا يتولها بالتسال. دونك لازم تكون فما اجتماع دوري نجمعوا به الأولياء والمربيين ونحاولوا نسألوا. راه نحن الولي يمشي مرات يسأل التلميذ بعد 2 معناها شهرين ولا 3 يمشي المعلم يسأل ولدي شو عامل في القراية. لا، راه بعد 3-4 أشهر المعلم تشكلت عنده صورة التلميذ، أسأله شو يحب ايش يكره ايش عندوش مشاكل. راه زاد الولي مش باش يقعد المربي مش باش يقعد يدور على الناس الكل ويحكي لهم على المشاكل. انت تواصل، انت اختاني من القراية ولدي شنو عنده شنو مشاكله، كيفاش تحسوا انت، خاطر المربي راه ينجم يعطيك برشا حقائق، حاجات اخرى، وجهة نظر اخرى هذاك تخليك تفهم انت ولدك معناها تحطوا شنو مشكلته بالضبط، شنو عنده بالضبط، شنو ما عندوش. حاجه اخرى نحب نقولها مروه، راهو توا عندنا مثلا التلميذ وقت اللي يمشي مثلا يغيب ساعه باش ياخذ بيه، اذا ما يجيبش الولي معاه يطردوه. ساعة تجر ساعة، تجر يوم دراسي ماهوش موجود، يوم يجر يوم يجر أسبوع، ويصير التسرب. هيك أنك طرحتي على الآليات الأخرى اللي موجودة اللي عليها نقولوا احنا آليات العقاب اللي في بعض الدراسات التراتيب الإدارية تعملها كأنها تكون منحة تحت العنف. خلينا نقولوا ما احنا صحيت ماني قلت لك العنف ماهوش معزول، راه فما صيرورة كاملة، راه فما عنف متكرر أدى إلى فقدان خوف، أدى إلى فقدان ثقة بالانتماء، فيصير لي الانقطاع بشوي لنوصل الانقطاع. احنا حقيقة بدينا في الحلول. أول حاجة هو تفعيل الخلايا الإنسات نتاع المرشدين الاجتماعيين والنفسانيين، وحتى دور الاجتماعي نتاع القائمين، كذلك الاجتماعات الدورية مع الأولياء اللي تنظمها الإدارة. مش معناها كل ولي يدق يحكي وحده لأنه باش تاخذ من دور الحصص، واحنا نعرفوا خارج اوقات العمل يعني مع الاكتظاظ مع المشاكل اللي يعيشها المربي مع البيداغوجيا. نعرفوا اللي عليها ديجا المختصين عطوا عليها برشا ملاحظات في الحلقات السابقه. ممكن زاد من الحلول اللي يحكوا عليها هي الأنشطة الثقافية والرحلات الجماعية وبيداغوجية المقاربة اللي تخرجك من برشا إشكاليات تؤدي إلى الانقطاع المدرسي. لهنا مروة زاد إذا باش نأكد على دور الإدارة في تفعيل، خاطر نورمالمون موجودة النوادي ولكن ما تفعلش برشا، راهو مع امبلوا دو طون معبي، يقول لك البيجي نتاعي ما يسمحش، ما عندك. لا راهو مثلا باش ناخذوا على سبيل المثال مثلا الاعدادي وقتاش تبدا هي أنا حصه كماده معناها المسرح والموسيقى والتشكيليه في الاعدادي. في المدرسه قبل مش برشا، في الثانوي تتنحى. ففي الاعدادي نفسهم الاساتذه اللي مارسوا في نشاطهم يعملوا في نوادي بعشيه الجمعه وعشيه السبت، في بعض المعاهد موجوده. ولكن فما عزوف من التلامذه، فما عزوف من التلميذ في انه خاطر يقول لك نعدي اسبوع كامل نقرا، انا كان نهار الجمعه والسبت عشيه ما نقراش، هذيك نروح زاد انت التلميذ او حصص التدارك. لانه لهنا خلينا نحكوا شوي على الوعي المجتمعي باهميه الفنون والمسرح، ان هي تكون فضاء متنفس باش ويسقل نفسيه العبد وسلوكيات العبد، وخاصه ينقص شوي من التراكمات اللي تصير له ثلث الاسبوع كامل، سواء من تنمر من اي حكايه نجم يتعرض لها، تكون هي متنفس يحاول انه يخرج فيه الطاقه هذيك، وأو ميم طون يعزز عمليه التواصل بين اصحابه وبين بروفيته وبين معناها المؤسسه التربويه ككل. هذا هو. شكرا لك نسرين. ختاما ممكن الكلمه الاخيره كباحثه في علم الاجتماع وعملت دراسه سابقه في اطار قرايتك على الانقطاع المدرسي لهنا، شنو اهم الحلول كمختصه وخاصه في حالات في تقليل حالات العنف ورصدها ومتابعتها خاصه من المختصين؟ في النهايه نحب ناكد على حاجه مهمه جدا، انه راهو التدخل ثم التدخل قبل ما يتحول العنف الى غياب والغياب الى انقطاع. التدخل نحكو كما كنت نقول لك في تفعيل دور الاسره وتفعيل دور الاخصائيين ونحاولوا بالموجود.
راهو كان كل واحد يحاول من الجهه نتاعو، ما نستنوش الدوله وقتاش هاي خدم لي الاخصائيين الاجتماعيين، خدم لي كذا خدم لي كذا. هو فما نقص راه تبدا بالفرد الاسره، تبدا ثم الاطار التربوي. كل واحد من الكوتي نتاعو يحاول يحسن شوي، القيم يحاول يدخل في وسط التلاميذ. راهو كما قلت ناكد على كلام الاخصائيه النفسيه اللي كانت معانا، راهو التلميذ يعطي ديزانديس حتى ولو كان هو ما مش معناها اسلوب والا مش قاصد انه يخرجهم، راهي فما على الاقل بعض السلوكيات الملاحظه في وسط الجماعات، فما ديزانديس يعطيك انه التلميذ هذايا فما حاجه غير سويه، متعرض للعنف، متعرض للكذا. نحاول اني معناها نحيطها، نحاول اني التدخل نتاعي ما يكونش تدخل عنيف عنف نكمل عليه عنف، لا نحاول اني مثلا الحاله هذيك نتعامل معاها، نعزلها على معناها المشهد الكل، ونحاول نتعامل معاها ونحاول نفهم شنو فما وراء السلوكيات اللي قاعده تصير. وخاصه مروه مهم جدا اني نفصل بين السلوك والشخصيه. وقت لنا في الطريقه التاديبيه ولا في طريقه التواصل مع التلميذ لازم نفسر له والا نوصل له اني راني نا ضد السلوك ومش ضده هو شخصيا، باش ما يتراكمش صحيح، باش ما يفهمش انك انت قاعده تهاجم فيه. راهو نا ضد السلوك، ولكن اللي بالطبيعه باش نحاول اني نحسنه، مش ضدك انت كشخص. إن شاء الله هذه الحلول اللي قدمتها نسرين منصوري باحثة في علم الاجتماع، وكذلك ريهام ساهلي مختصة في علم نفس الطفولة، أعطوا عديد الحلول، ومنها المتابعة وتفعيل دور المرشدين الاجتماعيين، وتفعيل دور الأسرة، وكذلك دور الإطار التربوي في مكافحة الظاهرة المستفحلة هذه، لأن أرقام كما أصدرتها اليونيسيف وكذلك أرقام كما أصدرها دراسة في 2015 للافتديس، ظاهرة مستفحلة جدا اللي هي تؤدي العنف المدرسي. شفنا كيفاش مع المختصين أن تؤدي الخوف وضغط نفسي، فقدان الإحساس بالأمان والانتماء، ثم التسرب المدرسي اللي يكون الأنديس نتاعو الغياب وتراجع النتائج والابتعاد التدريجي عن المدرسة، ثم أخيرا الانقطاع المدرسي. وهذا شفنا أنه كيفاش العنف هو سبب يعني من أسباب الطرد أو عذرا الغياب الانقطاع المدرسي. فإن شاء الله تتقلب العوامل هذه، إن شاء الله نلقوا شوية تفاعل في تفعيل الأدوار متاع المرشدين الاجتماعيين، في رصد الحالات اللي ممكن تعرضت للعنف ومتابعتها نفسيا ولا اجتماعيا، باش نقلوا شويه من نسب الانقطاع المدرسي الناتجه عن العنف في الوسط المدرسي. وكان هذا موضوع حلقتنا في البرنامج سمع صوتك اللي يجي في اطار مشروع بالشراكه مع الاتحاد الاوروبي ومراسلون بلا حدود وناس تونس، واصلين في العديد طرح عديد المواضيع في البرنامج هذا، وإن شاء الله تلقوا كذلك في الحلقات القادمة طرح علاقة البنية التحتية في المدارس والمعاهد الإعدادية بالانقطاع المدرسي، إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم. سليوم فام أحلى موجة.